إذا متابعينا الكرام، المشاهد اللي كتشوفوا الآن أمامكم على الشاشة والتي صورت قبل لحظات قليلة فقط في عنابة في حاضرة الجزائر، والتي تظهر جزائريين يهجمون على مقر للشرطة الجزائرية بعد تداول فيديو خطير جدا، ولعلكم تقدروا تكونوا قد شفتوه على مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو الذي يظهر قيام عناصر الشرطة الجزائرية باغتصاب جزائريين وتعرية جزائريين، وقاموا بتوثيق ذلك المشهد بالفيديو الذي انتشر الآن مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي. إذن ردا على ذلك الفيديو، وكما نشاهد متابعينا الكرام، الجزائريين يهجمون على مقر للشرطة التابعة للنظام الجزائري، والأوضاع تؤول إلى الأسوأ متابعينا الكرام، لا من ناحية الطوابير والمعيشة والهجوم على شاحنات المواد الغذائية، والآن زادوا لهم هذه الكارثة، هذه الفضيحة التي تفجرت داخل حاضرة الجزائر، والتي تظهر قيام عناصر الشرطة الجزائرية باغتصاب جزائريين. مع الأسف ما قدرش ندير لكم الفيديو لأنه ممنوع حسب القوانين ديال اليوتيوب، لكن متابعينا الكرام يمكن نشوفوا من خلال ما يحدث أمامنا على الشاشة أن الوضع تطور بشكل خطير جدا، والمسألة يعني أصبحت قضية رأي العام داخل حاضرة الجزائر. والآن ما بين الطوابير وما بين هذا الفيديو وهذه الأحداث التي توثق داخل حاضرة الجزائر، يمكننا التأكيد متابعينا الكرام على أن الحاضرة ذاهبة إلى الأسوأ والطريق المجهول والطريق المظلم. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.